في مشكلة عائلة مشهورة على تيك توك بلبنان، طلع فضحوا بعضهم، حرفيا فضح بعضهم. طلع الصبح حكي على امه وعلى اخته وعلى جوز اخته، هو كان جوز اخته ولا حبيب اخته ما بعرف، ما هم في اخته بالموضوع. موضوع كتير كبير، موضوع عيال ما لازم نحن نعرف فيه. كل درامات السوشيال ميديا بكفي، وهاي الدراما بكفي تانية. عفوا انا مشتاق لك من لي 5 اشهر مختفي، بس اتس اوكي. حاليا في دراما لازم نلحقها. العوافي انا علي، ورجعنا بفيديو جديد. اشتراك ودوروا الجرس مشان نوصل ل 100,000 ونوزع اول ايفون، وخلينا نفوت بصلب الموضوع دغري. فيا شباب، عنا باول فريق بيتر، وبتاني فريق عنا امه وحبيب اخته واخته. هودي عبروا ببعضهم. خلينا نفوت على اول فيديو نزل، وبرجع لورا بفرجيكم كيف كانوا يصوروا مع بعضهم وشو اللي صار وليش هيك تفكك كل شيء. حنحكي، خلينا نشوف الفيديو اللي نزله بيتر. الموضوع كتير بسيط، وحيكون الفيديو شوي طويل، وحيكون مختصر بس لفرجيكم حقيقة 3 أشخاص موجودين قدامكم. برو كيف بده يكون الفيديو بسيط وطويل وقصير؟ يمكن لانه انا اللي زمان ماني مصور مش عم بستوعب. سيدي كمل. في البعض اللي هن 10% 20% بيأمنوا فيهم وبيحبون وبيلحقون. اليوم حاختصر ال6 سنين السوشيال ميديا اللي انتم بتحبوا بيتر وبتعرفوا حقيقة بيتر وصابين قدام عيونكم. اوكي، في ناس على يوتيوب ما بيعرفوا بيتر. بيتر تيك توكر، بلش اول شيء يعمل محتوى هو وامه واخته، وبعدين انتقل صار يعمل المحتوى هو وحبيبته. المحتوى اللي كان يعمله هو وامه واخته، يا الله. بس والله العظيم الله بيشهد علي الوحيد، وبرحمة ست اللي عندي اياها اغلى شيء بحياتي، ووحياتها المخلوقة صابين بوشعيا، انه مستحيل 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 يجي نهار بيتر كونداكشيان يكذب عليكم بكلمة او يخشكم بكلمة. بغض النظر عن موضوع الفيديو، انا حلمي اقول لعائلته صح كونداكيجيا كونداكي، ما بعرف والله. تشرفنا. اليوم الموضوع هو فضيحة رانيا سيلين. فضيحة رانيا وسيلين. رانيا امه وسيلين اخته، طالع يفضح امه واخته. لوين وصلنا نحن؟ شو الزمن اللي ما بعرف. هات لنشوف يا خيي، هات لنشوف شو عمل مع امه واخته. ما راح عيط له باسمه لانه ما راح عيط له مثل ما كل العالم بتعيط له ابو قرون. لا هاي ما حبيتها منك. ليش ابو قرون؟ ليش محتواهم شبه بالجمال بيخوفني عليك. احو الزلمه غيرانه عم بغطيلها يعني. جمالك ما بيخلص ما بيقل. لا وهي مصرة. شيل ايدك بدي فرجي، يعني بتشيل ايدك بدي فرجيهم شو بيك. ده انا كل كلمة مني ليكي بتوصف انه ما عم شوف في شيء غلط بالمحتوى. وين الشيء الغلط بالمحتوى؟ المحتوى بده حارق كلها يجيب الاكونت تبعهم تولعوا. خلينا ما نطلع عن موضوعنا، خلينا نضل بموضوعنا. فضيحة سيلين وامه وما بعرف شو. موضوع طفح عن الكل. ضل اقول هال3 سنين انا خلص ما بيأثر سكوت يا بيتر سكوت يا بيتر، خلص بلاهم ما تعطيهم قيمه، وعم يعني عن جد عم بعطيكم قيمه بهذا الفيديو. بس هاد ما كنت سكت لك شوي وما ضحكت العالم العربي كله عليكم؟ لك انتوا اسره مع بعضيكم، ليش لا بدنا نعرف؟ مشاكل هيدي السيلفي راحت معكم لولد ولدك. يعني اي مشكله بصير على السوشيال ميديا خلص صار على السوشيال ميديا العالم كله بقى تعطي رايها، انه مش غرب اللي صار معهم. المشكله انه امك واختك بالنهايه شو ما كانوا عاملين. ليش برانيا هيداموس اللي هي كان المفروض تكون امه، واللي ما بالعكس 90% من العالم عارف الحقيقه وبتعرف بيتر مين وبتعرف قد ايه بيتر ايه. حقيقة شو طلعت مش امك بالاخر؟ ليش هالعالم كلها بتعرف نحن ما بنعرف؟ 3/4 العالم معهم خبر، نحن ليش لهلا اللي عرفنا؟ يا خيي نحن اكثر اشخاص ممكن نخطئ، بس مستحيل اقدر احقد على شخص، مستحيل اقدر اطلع بشخص بطريقه كراهيه. ليش؟ لانه انا لا اعوذ بالله، واحد طالع عامل فيديو عن امه واخته 19 دقيقه، منين بده يكون بيحقد على شخص وبيطلع لهم كراهيه؟ اعوذ، مستحيل. يعني شو ما كنتوا عاملين له مستحيل يطلع يحكي عليكم. بس هول العالم بالذات كيف بيقوا بس يشوفوا اللي حواليه عم يتدمر واللي حواليه عم بيوقع. اها، طلعت امه واخته وحبيب اخته بيمتصوا الانرجي تبع العالم، يعني بس يلاقوا حدا عم يتدمر بينبط. شو هذا يا زلمه؟ شو هالافلام الهنديه اللي نحن فيها؟ اعملوا لايك. حبلش الفيديو برانيا هيداموس. رانيا من 4 سنين كان يفضل انه حبلش الفيديو برانيا هيداموس من 4 سنين اللي هي روح يا اخي، كنت ابعت لي الفيديو ما انتجت لك اياه، يعني عيدها لجملي مرتين. عندك مدري كم مليار على السوشيال، ما بتعرف تعمل كات يا زلمه. تكون امي. انا وصغير كنت كثير بلا اخلاق، كنت ضل عيط على امي وشبق وهيك، ما عليك الاولاد بلا اخلاق هيك بتكبر. بس انا عن جد كنت انا صغير ضل عيط على امي وهيك كنت بلا اخلاق. صرت كبير صرت اطلع بهدلها على السوشيال ميديا وافضح امي واختي على السوشيال ميديا. انا نضجت من 5 سنين بالاحرى، من 2021. هلاك يمكن يكون صايره قصه عن جد اذيته للزلمه، نحن عم ناخذها بطريقه مدري كيف، بس انه شو ما كانت القصه وشو ما كان صاير بيناتهم مش ظابطه يعني.
وبتطالع صرت كتير احترم امي، كتير اوقف حدا واللي بدها اياه. بيوم من الايام قلت لها امي انت كتير عم تستاجري بيت وكتير عم تدفعي اجارات بيوت، ليه ما بعطيكي انا مصاري لتشتري بيت وتامني حالك؟ بركي لا سمح الله الزلمه اللي عم تحكي معه انت بامريكا صار له شيء، نحن كنا نحبه كتير لشار. امه كيف قبلين انه امك تحكي مع واحد بامريكا؟ ما مش راسي مش عم يستوعب، هداك حبيب اخته وامه عم تحكي مع واحد بامريكا وهي قاعده قصة ضايعة. ما راح اختصر لكم الموضوع هلا كيف صار بطل يحبني وانا الوحيد اللي وقفت حده، وكيف كانوا يحكوا عن ظهره. وجماعه يعني عن جد ما بيحبوا حدا، والله العظيم والله ما بيحبوا حدا. طب هلا بلا لتلتي لك 5 دقايق عم تلتلت نفس اعطيني الزبده، انا بفيت لشوف الزبده، ليش انتم متخانقين؟ فهمنا انه بيكرهوا ومدري شو، اعطيني الزبده. وعن جد عم بحكي من وجع، مش وجع بيتر ومش وجع صابين، مش وجع العالم كلها اللي حواليهم دمرون خزقون. هلا رح فسركم كل شيء، واي حدا بده حقيقي انا ما عنديش مشكله يفوت يحكيني، ابعث له كل شيء صور وكل شيء اثباتات، كل شيء اصوات، كل شيء فيديوهات. ليش حسوا عم يحكي عن نتنياهو مش عن امه واخته؟ دمروا العالم اللي حواليهم. روحوا قبل ما تبلشوا لي انت مع امه واخته ظالمينه ومدري شو. انا مانيش مع حدا، عم بحكي منطق، حنرد عليه وحرد عليهم وحنردرد على بعضينا. والله العظيم معي ارشيف لهو الجماعه بيقرف. 10% اللي بيوقفوا ضدي هي الامهات اللي معها حق تقول انه بتضل امك، بس هلا رح تعرف الحقيقه وحتقول انه عن جد مش اللي خلف اللي ربى. فانه اكيد اللي ربى، بس انه الضم ما بيصير ماي بالاخر، عرفت كيف؟ فتحنا الموضوع من 4 سنين 3 سنين ما بعرف ناسي، بين 4 و3 سنين قلت لها انه لازم تجيبي بيت وهيك. قالت لي ايه مش غلط. قلت لها بعطيكي مصاري، اعطيتها مصاري، رحت اشتريت بيت، صار مشكل بيني وبينها، بتشحطني من 3 بيوت تبعها، اخذي اجار بيت بفرايه، اخذي اجار بيت بعوكر، ورجعت بوقتها دفعت دفعه اولى كبيره للبيت بحصرايل كرمال ترجع تقسط الباقي. لازم مرتاحة، اخذت لها بيتين اجار وبيت عم تقسط واخذ المصاري منه. طب بما انه هي هالقد مرتاحة ليش لا تاخذ مصاري منها؟ انه بلا اجار 5-6 اشهر بهول البيتين وبتدفع دفعة كبيرة. الدفعه الاولى اللي هي كانت من مصرياتي من عرق جبيني، ما كان معي غيرهم، رحت اعطيتهم لامي. برافو، انه هي لازم انت تعبان مثل ما امك ربتك من انت وصغير وكذا، المفروض ترد لها الجميل. انه برافو، مش لازم تهتها فيها. اوكي كمل. لامي شحطتني من البيوت. كنت بعد معرف على صبين جديد، صرت اتبهدل من هون ومن هون، نزلت اخذت بيت بالدكوانه، صرت ادفع اجارات بيي، صار يساعدني يوقف حدي. طيب ليش قلعتك من البيوت هي؟ شو المشكله اللي قلعتك كرماله؟ عشرهم، قعد معهم، بيعرفون. رانيا هيداموس عباره عن شخص بيقبض مصاري من جوزها من امريكا وبتشتري العالم فيها، قد ايه فيها تتحكم بالعالم، قد ايه فيها تعمل حالها بتحبهم، بتدفع لهم مصاري بيحكوها على مصلحه، بتشتريهم باعتبارها. هي اكيد ما بتقولها بلسان بس هي هيك. بيجي الدليفري بيجيب لك كيلو بندوره بتعطيه $20. هلا انا شو بدي بكيلو البندوره والدليفري؟ اعطيني الزبده، بدي اعرف شو صار، شو سبب المشكله. المشكل بين بيتر ورانيا هو ما قدرت تتحمل النجاح اللي وصل له بيتر مع صابين. وحياة الله يعني اساس المشكل بينه وبين امه مشان هو راح يعمل محتوى مع صابين اللي هي هلا حبيبته، فامه ما عجبها الموضوع لانه كانت هي تعمل هي وياه محتوى كتير قوي. خلينا نشوف المحتوى اللي كان يعمل هو وامه. لو جوزت مخلوقه رح ضل اكل عند امي، لانه مثل اكلات امي ما فيه، مثل اكلات لامي ما فيه. شو صار عندي اطيب من اكلات انا رح فرجيك. حلو، في اعضاء عم تلعب، اعضاء هي الام ما عندها ولو استغفر الله. لكن محتوى نحن اتخانقت معه وصرت تعمل محتوى لحالها. تاكدوا من شغله انه انا مش طالع هلا لبرر او مش طالع لاعمل شيء، طالع احكي عن وجع 6 سنين انا 5 سنين انا مرقت فيه من اول ما هذا الشخص فات. هو مش طالع بقى اخي، خلي الوجع جواتك، بس يكون الوجع مشاكل عليه ما تطلع تفرجينا اياه على السوشيال ميديا. والله بعرف قديش انت موجوع ومقهور ومسموم بدنك على الشيء اللي صار فيك، مرمطوك لعطوك المصاري وانت تعذبت لحتى رجعت وقفت على اجريك وكل شيء، والله يوفقك. والله هي مش ظابطه تطلع تحكينا على السوشيال ميديا. اول ما هذا الشخص فات على حياتنا ودمر عائلته قبل ما يدمر عائلتنا. وعي على حالك يا مرة، وعي على حالك. 11 سنه كب امه بالكنيسه ما سال عنها، لك هو بلا ضمير، هولي بجم، هولي مش عالم، هولي وحوش. هون عم يحكي عن حبيب اخته كب امه بالكنيسه. طب ما انت طلعت نشرت سلسفيل امك واختك يا اخي. هولي ما بيعرفوا الله. لك في شيء اسمه مسيح الدجال اللي سكنهم، والله العظيم في شيء اسمه مسيح الدجال يا جماعه، بيجي على صوره يسوع. انا عم بحكي مع المسيحيه رح يفهموا علي يا جماعه. مين عنده المسيح الدجال وشو فيه؟ ماشي خي، شيل الاديان على جنب واحكيني دراما، شيل الاديان واحكيني دراما، كسر الطاوله هلا. صارت المشاكل تدور كل مره تقلي بدك 100 سنه توصل لسرميته لصهرك، وهالحديث البلا اخلاق يعني. قلت لها بياخذ مصروف من بيو، صار له 5 سنين بياخذ مصروف من بيو ليصرف على سلين. هلا بس ارتحت المشكل كله مشان حبيب اخته. اوكي تمام، معه حق يعمل مشكله كمان حبيب اخته لانه عم يخليها تصور هيك محتوى. خلينا نكمل يا اخي لنشوف. خي اول شيء بس بدك تعمل زلمه، موضوع الابو قرون بس
هلا روق شوي، من شوي كان مشان المصاري وكذا، هلا صار مشان حبيب اخته، ما يمكن هن تراكمات ما بعرف. لقيتي ابنك على الفرش اول شيء بتفوتي بالمستشفى بتقولي ايه هيك بصير فيه بزعل امه؟ بشو زعلتك؟ انه وقفت حدك؟ انه اعطيتك مصاري تشتري شقه؟ حرام، هذا البني ادم من فتره عمل حادث، تشقف عن جد، تشقف، فاتت سياره في، الحمد لله على السلامه. كمان هي مش ظابطه منك انت تفوتي على المستشفى اذا السلفه صحيحه ولا لا، انه تفوتي وتحكي بهيك منطق. اعطيتك مصاري تشتري شقه وهلا عم بتهددي بدك تحطيها باسم بنتك، لك انت اذا رانيا هيدا موس حطيها باسمها. خلص ما هتيت العائله بالمصريين خلص ما ردوا لك اياهم حسب ما فهمت خيي، شو بدكم هالسلفه خلص. فتنا على المستشفى بين الحياه والموت بيتر كان. بتقوم رانيا بتقول هيك منها لحالها فروم نوير، بتطلع بتقول ايه هيك بصير فيه بزعل امه. هلا وقتها اللي بزعل امه خيي، ما الزلمه ميت قدامك، ابنك من لحمك ودمك يا زلمه. بشوف اهالي رفقاتي انا. طيب ما انت قلت ابنك من لحمك ودمك، انت كيف طابعك قلبك طالع عم تحكي عنهم هيك قد ما كانوا عملين؟ بعدين انت كفايت لي فيها انه الشاب الشرقي المدري شو هو، اختك عم تطلع تنزل محتوى مع هذا اللي ما بعرف شو هو على اساس حبيبه، انت مانك قبلان بالمحتوى ومانك راضيان بهذا الزلمه، على شو تركها بعدها معه؟ يا طالع تفرجي العالم على السوشيال ميديا، لا حل المشاكل، اطلع حل المشاكل انت وبيك انت ورفقاتك انت وما بعرف مين، اذا هالقد شايف انه هذا الزلمه منه منيح وهو عم يستغل اختك كمحتوى المهم بحكي كثير، حكي له 19 دقيقه، خلينا نشوف هن شو ردوا علي. جو كلكم تعرفوني، انا مش حاحكي عن حالي بس انا كثير تعرضت لظلم بحياتي، ومش من شخص، من كذا شخص. وهذا الشخص اللي هو طلع فيديو عم بيحكي عنا كلنا، وبجيب هلا الانجيل بحطه قدامكم انه والله العظيم ولا شيء حكاه صح، وكل مره كل حياته هيك، كل حياته كان يشفق العالم عليه. طيب هو طالع عم يحكي الزلمه بلا الدموع بلا شيء، انت ليش متاثره؟ بعدين هدول دموع حقيقيين ولا فلتر؟ رزق الله على هول الدرامات، رزق الله. اصلا مش معذبني لإلي لحالي، معذب كل اللي حوالي. على فكره انا بحياتي كلها ما انجرحت من شخص قد ما هو عن جد بيجرحني وحيد الصدق. طب مروا شوي، هو بيقول انه هن جارحين العالم اللي حواليهم واذيين العالم اللي حواليهم، هن بيقولوا انه هو الجارح. هلا مين اللي جارح؟ مين اللي انا الجارح؟ بس والله العظيم وحياة يسوع المسيح اللي عم يحكي عنه انه هو مسيح الدجال عنا، لانه نحن بحياتنا كلنا ما نشرنا غسيلنا على السوشيال ميديا. هيدا بس اكون من الاخر، انا بحياتي كلها ما نشرت شيء على السوشيال ميديا خاصه فيه، لانه انا ما بحب انشر اي شيء خاصه بالعائله. ما انتوا صمتوا وفطرتوا على هالقد خصوا بالعائله. اي بعدين لا محتواك ما خصوش بالعائله عن جد، يعني انت محتواك معك حق، انا ببصم لك بالعشره انه انت هذا اللي قلتيه صح، لانه محتواك ابدا ما خصوا بالعائله يعني لا عائلتك ولا عائله قدران تحضر المحتوى تبعك اصلا يعني انا اذا تفوت على فيديوهاتك تفرجي لها العالم، انا بدي اعمل بلير على الفيديو لحتى اشوف. هي ليش شحطته بقلكم شحطتني؟ لانه كان يقلها مثبت، كان يسبها، كان يقلها شيء انه شر، انه قصص منا منيحه، انا عم بحكي لكم اياها من هو كان يسبسب لامه. طب ماني بعدني حضران فيديو كتير لسانه فالت. روقوا لنشوف يا خيي، روقوا نشوف فيديو تاني. لا امك انه ما بتسبسب وما بتعمل، ما بيطلع منها هيك حكي، هو اللي معذبها انا بستحي احكي ولا الحكي ولو يا حجه والله مش حجه انت، ما بعرفني، ولو يا خالته عمته ما بعرف مين. اخر بحياتي كلها ما توقعت انه اطلع على السوشيال ميديا احكي بهالطريقه بس لانه انت انسان كتير ظالم، وانت انسان كتير حقود، وبتخلي العالم عن جد تشفق عليك. هلا كتير القصة طويلة، بقاش إلي خالق، رح نوصل للموضوع باختصار. ناس شايفة انه الحق معه وناس شايفة انه الحق معه وما بعرف شو هو. انا شايف انه الحق مش مع حدا، هن غلطوا وانت غلط، قد ما كان صاير ما لازم تطلع تحكي على السوشيال ميديا اثنيناتكم عليكم غلط، بالنهاية انتوا عائلة، اوكي هي محتواها كتير غلط وامك كمان كتير بتسبسب، بس قد ما كان ما فيك تطلع تحكي مثلا عن حبيب اختك انه هو ابو قرون، انت عم تسب لها لاختك، انت عم تسب لعائلتك، انت قد ما كنت مجروح قد ما كنت متضايق مش ظابطة تعمل هيك، اوكي صاير عندك مشاكل، نمت على الطريق، ما بعرف شو عاملين فيك، بالنهاية المعاملة مع الله يعني انت صح انأذيت وكذا بس انت عامل خير فالله شايف لك اياهم، فانت لازم كنت تصبر والله شايف كل شيء، ما تطلع وتحكي هيك، ما تطلع تفضح اهلك، تفضح امك، تفضح اختك، تحكي عليهم بهي الطريقة، خلص انت عملت شيء بينك وبين الله وانت متضايق وكذا بس الله شايف لك اياها. حكيت فشيت خلقك، كان الافضل انك تمحي الفيديو قبل ما تنزله. والله خلص مشاكل بيت ومشاكل عائليه ما لازم نحن نشوفها على السوشيال ميديا قد ما كان. سيدي بنهايه الفيديو الله يهدي البال وان شاء الله بيرجعوا بيتصالحوا وكل واحد يحسن من محتواه، يعملوا معروف رجاء يعني. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، اذا عجبكم اكتبوا لي تحت بالكومنتات وط بما انه الموضوع كتير سوداوي اعملوا لي فولو على انستغرام واعملوا لي سبسكرايب هون ودوروا الجرس لانه على 100,000 بدنا نوزع اول ايفون، وانا بشوفكم الفيديو الجاي. يلا شفناكم بألف خير.